سلطة البتنجان او سلطة الراهب او سلطة بابا غنوج، سيان كان اسمها ايه سموها زي ما تحبوها. هي من افضل السلطات اللي بنحب ناكلها بره في المطاعم مع الاسماك. هنعملها بافضل طريقة واسهل طريقة وافضل من المطاعم كتير. تعالوا بينا نشوف هنحتاج ايه. هحتاج ثمرة كبيرة من البتنجان، الثمرة دي حوالي كيلو. هنبدأ نفتحها كذا فتحة علشان تستوي معايا بالشكل ده. بطرف السكينة كده بفتح حوالي 4 فتحات عشان تستوي معانا. كمان البتنجان لازم يكون كبير عشان نلاقي فيه لحم. البتنجان الصغير مش هيبقى مناسب في الوصفة دي. هنحطها في اي صينيه بدهنه خفيفه جدا من الزيت، بس دي عشان جرانيت انا ما حطيتش. وهشغل الفرن على اعلى درجه على الرف الاوسط، وكل شويه هقلب الوش اللي استوي لحد ما بقلب الاربع وشوش وبتبقى طريه جدا معايا بالشكل ده. كده بيدل ان هي مستويه جدا معانا. ببدأ اغطيها كده واحطها في مصفى عشان تصفي اي ميه وتعرق معايا واعرف اقشرها بكل سهوله. تعالوا بينا نشوف المكونات ايه. عندي نص كوبايه طحينه، عندي فلفل اخضر، شبت، عصير ليمونتين، نص كوبايه ميه، ملح، كمون، توم مفروم. تعالوا بينا نشوف هنحضر الصوص الطحينه ازاي. اول حاجه هاخد الطحينه بالشكل ده. دي نص كوبايه، لو احنا هنعمل نص كيلو بتنجان هنعمل نص الكميه. هبدأ اخفها. حطيت معلقة خل وحطيت عصير الليمون. احنا هنبدأ نخفها بمية ونعملها كده زي سلطة الطحينة. انا هنا كمان الجميل في الموضوع اللي انا هعملها بدون زبادي، يعني بياضها ده بدون زبادي خالص. انا هقول لكم كمان على السر اللي بيخليها لونها ابيض كده، وهو ان احنا بنخفها كده بمية بالشكل ده زي سلطة الطحينة بالظبط. لكن لو حطيناها كده مش هيبقى لونها فات، هيبقى لونها غامق. اهي بحط الملح والكمون والثوم المفروم وبقلب كده. الثوم يا جماعه طعمه هايل جدا معايا. ببدأ بعد كده بسيبها حوالي تهدى وتبرد نص ساعه كده اهي، وبتصفي الميه بتاعتها كمان. الميه دي يا جماعه بتبقى سبب رئيسي ان هي بتسود لون السلطه معانا، فعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا نصفيها. ببدأ اقطع القطعه اللي فوق كده وباخد اللي فيها، نحاول ما نرميش حاجه منها اهي. وشوفوا القشره بتخرج بكل سهوله وبساطه، عن لو خرجناها من الفرن وقشرناها على طول هتتعبنا جدا. اهي هي عرقانه فبالتالي بتتقشر معانا بسهوله جدا. وبحاول اشيل اي حاجه سمرة فيها، يعني احاول ما اخليش اي قشر فيها. شايفين القشره اتشالت كامله ازاي وسهله بالظبط كده. هبدأ الاول في اختيارين، يعني نعمل البتنجان بالطريقه دي ونفضل كده بالسكينه نفرمه، او ان احنا نعمل الطريقه دي في الكبه بتاعتنا. بس انتوا لو سالتوني انهي طريقه افضل هقول لكم لا طبعا الطريقه دي افضل. بنحس بطعم البتنجان عن ما كل حاجه تبقى مفرومه في بعض، يعني دي بيبقى طعمها الطف بكتير. بس لو في ناس مش هتعرف تعمل الخطوة دي عادي جدا تضربها في الكبة. هبدأ احط البتنجان عندي على الصوص الطحينة اللي احنا عملناه. تمام جدا اهي، وبقلبه. شايفين لون السلطة فاتح ازاي مش غامق. ولو انتوا حابين الطحينة اكتر من كده عادي زودوا، لكن ما تقللوش عن كده لان الكميه دي مظبوطه جدا مع كميه البتنجان. حطيت حوالي قرنين فلفل اخضر وعود من الشبت. انتوا عايزين تحطوا شبت، بقدونس، كزبره، اي حاجه. وببدا اقلب الخليط عندي كده. طبق التقديم اي طبق يعجبنا هبدا افردها بالشكل ده اهي. بتتفرد معانا بسهوله وكل حاجه ناعمه فيها اكنها معموله في الكبه بالظبط، بل طعمها هيبقى احلى بكتير من الكبه اهي. نحاول نعمل تجويف كده عشان نخلي شكلها لطيف. تمام جدا. هنحاول بقى نحط شوية بابريكا،
كمان هتدي لون. شوية كمون نكسر اللون اللي فوق. حطيت كمان شوية شبت بما اني فيها شبت، وكمان شوية من زيت الزيتون. انتوا لو مش بتحبوا زيت الزيتون او مش متوفر عادي زيت ذرة. الفيديو خلص للأسف. لو عجبنا الطريقة ياريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة عشان تشجعوني استمر، واشوفكم على خير مع فيديو جديد مع نرمين فاروق.